مساء الخير حبايب أطفال جريد 6 عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله الفيديو ده هنراجع فيه، يا رب تكونوا حليتوا كويس في امتحان الشهر اللي فات شهر مارس. يلا ركزوا معايا. إن شاء الله المراجعة بتاعتنا تكون متقسمة لجزئين، جزء شرح لأهم النقط المهمة أو الديفينيشن أو المقارنات المهمة في الجزء اللي جاي منه في الامتحان، والجزء التاني هنكون بنحل شوية أسئلة بقى على الحاجات اللي إحنا خدناها. ورقة وقلم وركز معايا ويلا نبدأ بينا المراجعة. وعندنا شوية definitions مهمة. أول definitions بنقول هو الدروت أو الدراوت يا مستر، يعني الجفاف. يعني إيه جفاف يا مستر؟ يعني نسبة المية قليلة. يبقى عندنا it is a shortage of water, shortage of water that is available for drinking، أو اللي إحنا نعمل growing للكروبس، أو اللي إحنا محتاجينها للأنيمال. يبقى أول ما أشوف يا مستر عبارة عن shortage of water، طبعا ده على طول الدراوت يا مستر. وبيحصل دراوت بسبب إن التمبريتشر بيحصل لها هاي، التمبريتشر بيحصل لها هاي. definition number 2 مستر الفلود. الفلود بقى مستر عكس الدراوت يا مستر. الفلود يعني فيضانات، يعني نسبة الووتر بيحصل لها يا مستر، نسبة الووتر بيحصل لها increase. يبقى it is the increase in flow of water over the edge of the river bank، يعني زيادة نسبة الووتر على جانبين الريفر بانك، وده بيؤدي يا مستر ان الميه طبعا بتطلع لبره الريفر فبيحصل فيضانات. يبقى الاثنين عكس بعض. السؤال الديفينيشن اللي بعديه يا مستر اللي هو الادابتيشن. طبعا انتوا طبعا عارفين الادابتيشن كويس جدا وخدناها في جريد 4. قلنا الادابتيشن عباره عن بروسيس يا مستر هيلب الليفنج اورجانيزمز تو بي سرفايف، يعني خصائص بتبقى موجوده جوه الليفنج اورجانيزمز بتساعده اللي هو يقدر يعيش او البقاء على قيد الحياه. يبقى بروسيس هيلب ليفنج اورجانيزمز تو بي سرفايف. السؤال الديفينيشن اللي بعده قلنا في الادابتيشن عندنا تو تايبس من الادابتيشن، اللي هو structural adaptation و behavioral adaptation. وخلي بالك الستراكشر ادابتيشن بيبقى ليها اسم تاني اللي هي physical adaptation. فقال لك structural قال لك physical، الاثنين واحد. ايه الفرق من الاثنين الستراكشر والبيهيفيرال؟ في الستراكشر ادابتيشن يا مستر ده بيبقى ريليتد بالبادي ستراكشر، يعني اي حاجه بتتغير في البادي ستراكشر زي البادي فير او الكالر بتاع الفير بتاعي، اي حاجه في البادي ريليتد بالبادي ده بنقول عليه بادي ستراكشر. لكن اي حاجه او ستراكشر ادابتيشن او اي حاجه مستر بتبقى ريليتد للبيهيفير او الاكتس مستر فده بنقول عليه بيهيفيرال ادابتيشن. يبقى الستراكشر ادابتيشن او الفيزيكال ادابتيشن ده بيبقى ريليتد بالبادي ستراكشر بتاع الليفنج اورجانيزمز عشان يبقى سرفايف. لكن في البيهيفير يا مستر ده بيبقى بيحصل تشينج في البيهيفيرز اور اكتس، بيهيفير او اكتس، سلوك او رد فعل كان الحي. ده كده بالنسبه للادابتيشن والنوعين بتاعه اللي هو ستراكشرال وبيهيفير. طبعا لو حاسس ان الفيديو بسرعه وقف وارجع تاني عشان تستفيد بالشرح. بعد كده هنتكلم على حاجه اسمها المايجريشن يا مستر. وكلمه مايجريشن يعني هجره. يعني ايه هجره يا مستر؟ ان بعض الحياه او بعض الليفنج اورجانيزمز بيروحوا من بليس تو انذر بليس. طب المايجريشن ده يعتبر ستراكشر ادابتيشن ولا بيهيفير ادابتيشن؟ هل المايجريشن ده ريليتد بالبادي ستراكشر؟ ملوش دعوه بالبادي ستراكشر، ده اكشن البيرد او الليفنج اورجانيزمز بيعملوه. بما انه اكشن او بيهيفير يبقى ده تبع البيهيفيرال ادابتيشن. عشان كده في بدايه الديفينيشن هنقول يا مستر هو عباره عن بيهيفيرال ادابتيشن. المايجريشن ده عباره عن بيهيفير ادابتيشن. في الانيمال بيحصل لهم ايه بس؟ بيحصل لهم موف فروم بليس تو انذر بليس، وبيبقى سيزونالي يعني سنويا. بعد كده عندنا ديفينيشن مهم برضو خدناه في جريد 4 اللي هو الايكو سيستم. وقلنا الايكو سيستم عباره عن اريا بيبقى فيها بايوتيك وابايوتيك فاكتورز. ايه الفرق بين كلمه بايوتيك وايه الفرق بين كلمه ابايوتيك فاكتور؟ كلمه بايوتيك فاكتورز من غير ايه دي اللي هو بنقول عليهم هم الليفنج اورجانيزمز زي الهيومن والبلانت والانيمال. طيب الابايوتيك فاكتورز دول اللي هم النون ليفنج ثينجز زي البريسبتيشن والتمبريتشر والووتر والاير. يبقى يعني ايه ايكو سيستم يا مستر؟ ايكو سيستم عباره عن اريا بيكونتين الحاجتين، البيوتيك فاكتورز اللي هم الليفنج اورجانيزمز والابيوتيك فاكتورز اللي هو النون ليفنج
things. طبعا بيحصل interact with each other، بيحصل بينهم interaction تفاعل يا مستر، والاثنين بيعتمدوا على بعض. تعال نشوف بقى الديفينيشن بتاع البيوتيك والابيوتيك. البيوتيك قلناها هو عباره عن الليفنج اورجانيزمز اللي موجود في الايكو سيستم، زي مين؟ هيومن وانيمال وبلانتس. طب الابيوتيك يا مستر هم النون ليفنج ثينجز، زي مين يا مستر؟ الاير، الووتر، السويل تمبريتشر، بريسيبيتيشن، وقلناهم من شويه. بعد كده نخش على الديفينيشن مهم اللي هو الجينز يا مستر. الجينز ده عباره عن تاين ستراكشر، حاجات صغيره جدا جدا جدا. اهم حاجه موجوده فين يا مستر؟ بريزنت ان ذا سيل نيوكليوس، موجوده في النيوكليوس بتاعه السيل، موجوده في النيوكليوس بتاعه السيل، وهتعرفوها اكتر بقى لما تطلعوا لثالثه اعدادي. يبقى الجين عباره عن تاين ستراكشر، تركيب صغير يا مستر، موجود فين؟ موجود في النيوكليوس، عشان لو جاب لك في التشوز او في الكومبليت. ديفينيشن اللي بعده السويل. طبعا السويل ده حاجه مهمه، عباره عن لوس لاير او ديليكيت سكين. لوس لاير او ديليكيت سكين، يعني ايه كلمه لوس لاير؟ يعني طبقه مفككه، او ديليكيت سكين يعني طبقه رقيقه جدا. مالها يا مستر؟ which cover earth crust، اللي هي بتغطي القشره الارضيه. السؤال اللي بعده المينرالز يا مستر، المعادن. بنقول عليه هي البيلدنج يونت بتاعت الروكس. يعني لو جبت بعض الروكس يا مستر وكسرتها هتلاقي جواها مينرالز، زي ما خدنا في جريد 4 لما الاكسجين بيتفاعل مع المينرالز اللي جوه الروك فحصل ريد كولرد راستنج، طبعا لو فاكرين يعني. فالمينرالز بنقول عليه البيلدنج يونت للروكس، البيلدنج يونت اوف روكس. السؤال اللي بعده هيومنز يا مستر، يعني الذبال يا مستر. والهيومنز ده عباره عن اورجانيك ماتيريال، وده بيبقى مهم جدا جدا عشان الهيومنز ده بيعمل انكريز للفيرتيليتي اوف سويل، بيزود خصوبه السويل، فبالتالي السويل تقدر تزرع احسن يا مستر. فالهيومنز يا مستر دي حاجه مهمه، وهي عباره عن اورجانيك ماتيريال بتبقى ريتش، غنيه بالنيوتريانس. وخلي بالك مين هم النيوتريانس عشان لازم تحفظهم، اللي هو الكربون والنيتروجين والاكسجين، وهناخدهم هتلاقيهم تحت شويه. يبقى هو organic material that is rich in nutrients produced from، بينتج من ايه يا مستر؟ بينتج لما يحصل decomposition، تحليل للديت اورجانيزم، اذا كانت انيمال او اذا كانت بلانتس. اخر حاجه في الديفينيشن يا مستر حاجه اسمها بور سبيسز. والبور سبيسز دي يا مستر بتبقى مسافات موجوده في السويل، بتبقى مسافات موجوده في السويل. والبور سبيسز دي يا مستر بتبقى فيلد بالاير او فيلد بالووتر. يبقى عباره عن they are spaces among the particles of the soil، مسافات موجوده بين جزيئات السويل، وبتبقى فيلد بالووتر او بالاير. ده كده بالنسبه للديفينيشنز اللي علينا في امتحان شهر اكتوبر. هنخش بعد كده على الكومباريزون، ودي قلناها الفرق من الاستراكشر ادابتيشن والبيهيفير ادابتيشن. قلنا في الاستراكشر ادابتيشن ده ريليتد بالستراكشر اوف بادي، بالتركيب بتاع الجسم. زي مين يا مستر؟ اكزامبل زي مين؟ زي الثورنس اون ذا ستيم اوف سم بلانتس، يعني الاشواك اللي موجوده على الستيم بتاع البلانت، دي ريليتد بالستراكشر. او زي اللي هو يكون عنده ثيك فير، طبعا دي ريليتد بالستراكشر بتاع البادي. او برضو اللي هو يكون الكالر بتاعه شبه الكالر الانفايرمنت اللي هو عايش فيه. ده كده بالنسبه للستراكشرال ادابتيشن، او بنقول عليه فيزيكال ادابتيشن. اما في البيهيفير ادابتيشن فقلنا في البيهيفير ادابتيشن بيحصل تشينج في البيهيفير، في السلوك او في الاكتس، في رد الفعل بتاع الليفنج اورجانيزمز. طبعا اهم حاجه زي المايجريشن، تاني حاجه مستر زي ان الليفنج انيمالز ان ا هيرد، اخر حاجه زي الجروث اوف سام بلانتس تورد لايت، في بعض النباتات يا مستر لما تيجي تنمو باتجاه الشمس، فده behavioral adaptation مش structural adaptation. يبقى خدنا الديفينيشن وخدنا الاكزامبل بتاعهم، وكده كده احنا عارفينهم من جريد 4. تعالى بعد كده ناخد الانيمالز والستراكشر ادابتيشن بتاعهم. طبعا احنا في المنهج بتاعنا خدنا نوعين من البنجوين، طبعا في منهج جريد 6. في منهج جريد 4 كنا واخدين نوع من واحد من البنجوين. طيب في جريد 6 واخدين نوعين من البنجوين، اللي هو امبرور بنجوين اللي هو البطريق الامبراطوري يا مستر، والافريكان بنجوين. طيب كل واحد بقى في كل الانيمالز اللي احنا نشوفها دي يا مستر هنشوف بتليف
او الهابيتات بتاعها فين يا مستر، والاستراكشر بتاعها، الاستراكشر ادابتيشن بتاعها عشان تقدر تعمل سرفايف يا مستر. هناخد اول حاجه الامبرور بينجوين يا مستر، وده بيبقى موجود في القطب القاره القطبيه الجنوبيه اللي هو بنقول عليه انتاركتيكا، اللي هو قلنا القاره القطبيه الجنوبيه. لكن الافريكان بينجوين ده بيعيش فين يا مستر؟ along the coast of South Africa. along the coast of South Africa. طب بالنسبه للامبرو بينجوين يا مستر، لما نشوف يا مستر الاستراكشر ادابتيشن بتاعه اللي هو ليه علاقه بالبادي يا مستر، اول حاجه هنلاقي اللي هو عنده ثيك فير، ثيك فير. ثاني حاجه هنلاقي اللي هو عنده فاتي لاير، طبقه من الفات. وهنلاقي برضو اللي هو عنده فيذر، دنس فيذر يعني ريش كثيف. ليه ربنا خلق له اللي هو عنده ثيك لاير وعنده دنس فيذر وعنده فات لاير؟ ده عشان تخليها مستر تو كيب اتس بادي وورم، تو كيب اتس بادي وورم. اكتب لي بس الكلمه دي لو جالك في الجيف ريزون وكده زي الفل. بعد كده ندخل على افريكان بينجوين. لو شفنا الافريكان بينجوين بقى هنلاقي اللي هو في حوالين عينيه دايره كده بس ما فيهاش فيذر مثلا. الراوند ايتش اوف ايتس اي بيبقى فيه حوالين عينين العين من كل عين يا مستر. it has circle دايره اوف سكين، حواليه دايره من سكين بس ما فيهاش فيذر. يبقى تاني الافريكان بينجوين بيبقى عنده الراوند ايتس اي بيبقى فيه سيركل اوف سكين بس سيركل اوف سكين دي ما فيهاش فيذر. ليه يا مستر؟ عشان تو هيلب اتس بادي كول فاستر، كول فاستر، عشان يساعد الجسم بتاعه اللي هو يبرد بسرعه. بعد كده الاركتيك فوكس، وده الهابيتات بتاعه في الاركتيك انفيرومنت، ده خدناه برده في جريد 4. ده بيبقى عنده ثيك وايت فير. ستراكشر ادابتيشن بتاعه ليه يا مستر؟ تو كيب اتس بادي وورم زي البنجوين الاول اللي احنا خدناه. بعد كده ناخد نوع من انواع الضفادع اسمها بويزون دارد فروج. دي بتعيش فين؟ الهابيتات بتاعتها مستر تروبيكال رين فورست انفيرومنت. لازم نخلي بالنا من الديفينيشنز والكومباريزون المهمه دي عشان بتيجي عليها اسئله كتير. انا جبتها مجمعه عشان لو جبت عليها اسئله فاحنا نجيب اسئله للصبح مش هنخلص، فاحنا نذاكرها وهو بقى يجيب اسئله براحته، ساينتفك تيرم، كومبليت، جيف ريزون، وات هابن، اي نوع من الاسئله احنا كده عندنا المعلومه ونرزع المعلومه على طول في السؤال. طبعا البويزن دارد فروج قلنا بيبقى الهابيتات بتاعه في التروبيكال رين فورست انفيرومنت. وطبعا ده بيبقى عنده بيج ايز يا مستر، عينيه يا مستر بتبقى كبيره. ليه يا مستر؟ عشان يقدر يشوف ات نايت، تو هيلب ات سي ات نايت. بعد كده الليزرد، وبرده خدناها في جريد 4. ده طبعا الهابيتات بتاعتها في الديزرت، ودي جسمها بيبقى حواليها سكيلز تبقى لونها ساندي كولر، يبقى هي كفرد ويز ساندي كولرد سكيلز. ليه يا مستر؟ عشان تحمي نفسها او تخبي نفسها بتوين الروكس، تو هايد among the rocks in desert. ده اللي احنا خدناه في جريد 4. وتاني حاجه يا مستر تو بروتكت اتس بادي فروم هاي تمبريتشر، يحفظ البادي بتاعها من درجه الحراره العاليه، وكمان يقدر يعمل هايد بتوين الروكس. بعد كده ندخل على مقارنه مهمه بين البيرمان كات والسفنكس كات. الاثنين يا مستر كات، لكن واحده فيهم بيبقى عندها لونج هير او لونج سيلك هير، يعني شعر طويل وناعم، اللي هي البيرمان كات هاز لونج سيلكي هير، لونج سيلكي هير. لو شفنا الصوره بتاعتها يا مستر هنلاقي اللي هي عندها شعر كتير قوي وشعر جميل، اللي هي مين؟ البيرمان كات. لكن لو رحنا للسفنكس كات يا مستر هنلاقي اللي هي ما عندهاش هير اصلا، هي بتبقى هيرلس. it is doesn't have any hair، ما عندهاش يا مستر هير، او لو عندها بيبقى فاين هير اللي هو شعر قليل قوي جدا. ليه يا مستر؟ ليه البيرمان كات يا مستر بيبقى عندها لونج سيلك هير؟ عشان اصلا دي بتاخد الصفه اللونج هير دي من البيرنت، عشان كده بنقول دي صفه مورثه. inherits trait يعني صفه مورثه. فبيقول لك البيرمان كيتن يعني القط الصغير يا مستر بيورث الصفه دي من البيرنت، لكن في السفنكس كات يا مستر بيورث برضه لكن صفه اللي هو الهيرلس اللي هو ما فيش شعر خالص. يبقى ده الفرق بين البيرمان كات والسفنكس كات.
بعد كده ندخل على مقارنه بين البلانتس ان ديزرت انفيرومنت. لو شفنا اللوكيشن بتاع البلانتس في ديزرت انفيرومنت هنلاقي اللوكيشن بتاعه في الويسترن ديزرت، في الويسترن ديزرت ان ايجيبت. طب اكزامبل زي الاكيشا تري والبام يا مستر والجراسز والشابس والحاجات دي كلها خدناها في جريد 4. بعد كده بالنسبه للسايز معظمهم يا مستر بيبقى سمول اند هيربل، بيبقوا صغيرين يعني. ده كده بالنسبه للسايز والاكويشن والاكزامبل. بالنسبه للروتس يا مستر most of them يا مستر have short extended root. الروت بتاعتهم يا مستر بتبقى شورت بس بتتميز يا مستر اللي هي بيحصل لها اكستندد بالقرب من سطح الارض. فمثلا لو عندنا ده الارث سيرفيس يا مستر هتلاقي روت صغيره بيحصل لها اكستندد near to the earth surface. يبقى تميز اللي عندها شورت روتس بس بيحصل لها extended roots near earth surface. ليه يا مستر؟ عشان تعمل absorb ل any available water. اللي بعده كده ده كده بالنسبه للروت. بالنسبه للليفز دي مهمه، كل ده structure adaptation طبعا. بالنسبه للليفز يا مستر بيبقى عندهم thick leaves. give reason ممكن يجي اللي يقول لي الليفز اللي موجوده، الليفز في البلانتس اللي موجوده في الديزر بتبقى ثيك ليفز عشان تعمل ستور للووتر اللي هي تخزن الميه، طبعا عشان الميه في الديزرت بتبقى نسبتها قليله جدا جدا جدا. اخر حاجه بالنسبه للستيم يا مستر، الستيم برضو عامل زي الليف بيبقى عندهم ثيك ستيم برضو عشان تعمل ستور للووتر. يبقى احنا كده عندنا حاجتين بيخزن ميه في البلانت يا مستر اللي في الديزرت، الليفز والستيم. الاثنين عندهم ثيك ليفز اند ثيك ستيم عشان يعمل ابزورب عشان يعمل ستور للووتر اللي هو يخزن الميه. تاني حاجه في الستيم يا مستر نقول لك some of them have thorns. في بعض الستيم بيبقى فيها اشواك. ليه يا مستر؟ عشان يحمي الكائنات اللي هي تيجي بتفترسها. to avoid او to prevent animal from eating its fruit. يمنع الحيوانات اللي هي تاكل الفروت بتاعتها اللي احنا بنسميها herbivorous اللي هي بتاكل الفروت بتاعتها. بعد كده ندخل بقى على الجزء بتاع السويل. احنا قلنا عندنا 3 انواع من السويل، ساند وسيلت وكلي. في مقارنه سريعه بينهم بالنسبه للكالر والسايز بارتيكلز وبالنسبه للريتيرن ووتر وبالنسبه للفلوينج اوف ووتر. اول حاجه الساند سويل يا مستر الكالر بتاعها بيبقى يلو، السيلت بيبقى جراي، الكلي بيبقى دارك او بلاك. بعد كده السايز اوف بارتيكلز، اكبر سايز في البارتيكلز هو في الساند فبيبقى لارج، السيلت بيبقى ميديوم، والكلي بيبقى سمول، البارتيكلز بتاعتها بتبقى صغيره. بالنسبه مستر للفلوينج اوف ووتر ثرو ات، الساند يا مستر بتعدي معظم الووتر فبنقول عليها الفلوينج اوف ووتر وفاست. الكلي عكسها بتبقى سلو، والسيلت يا مستر دايما بتبقى ميديوم. اخر حاجه بالنسبه للريتيننج ووتر، بما ان الساند بيعدي الووتر بسرعه فبيحتفظ بالووتر، لا فدي مرتبطه بدي. بما ان الفلوينج اوف ووتر فاست فالريتيننج ووتر بيبقى سمول. هنا بما ان الفلوينج اوف ووتر سلو فالريتيننج اوف ووتر هيبقى لارج، وهنا ميديوم في السيلت ميديوم وميديوم. بعد كده بنتكلم على البيوتيك والابيوتيك. قلنا يا مستر في البيوتيك فاكتورز يا مستر البلانت ريسبوند تو ذا اماونت اوف لايت اند دارك they receive daily. يعني البلانت بيستجيب لكميه الضوء او كميه الظلام اللي بيستقبلها. ففي بعض البلانت يا مستر بيحصل له بروديوس يا مستر لما الداي لونجر ذان النايت، لما يكون عدد ساعات النهار اكبر من عدد ساعات الليل. وفي بقى بلانت تاني يا مستر بيعمل يا مستر بروديوس الفلاور لما العكس بقى، لما النايت لونجر ذان الداي. زي مين يا مستر؟ عندنا نوع من انواع البلانت يا مستر بيحصل لما الداي يبقى شورتر ذان النايت، او نقول العكس النايت لونجر ذان الداي. هو بلانت اسمه كبير لكن خلينا نقسمه عشان نعرف نحفظه. اول جزء اللي نقول عليه كريسنثمم. يبقى اسمه ايه؟ كريسنثمم بلانت. اجين كريسنثمم بلانت. الكريسنثمم بلانت يا مستر ده بيعمل بروديوس للفلاور امتى؟
لما عدد ساعات الدي اقل من النايت، او النايت لونجر ذان الدي. مستر تعالى بقى، لو احنا عرضنا بلانت يا مستر لمور لايت يا مستر، تو انتنس لايت يا مستر، طبعا البلانت ده يحصل له ايه؟ لما يحصل له دراي، لما يحصل له بيرنينج. ودي كانت من ضمن الاسئله بتاعه نماذج الوزاره. بيقول لك وات هابن اف ذا لايت از تو انتنس يا مستر على البلانت. لو عندي لايت كتير البلانت اتعرض للايت كتير يا مستر، هيحصل له دامج بسبب اللي هو بيحصل له بيرن او دراي. ده كده بالنسبه للبيوتيك. تاني حاجه بالنسبه للابيوتيك يا مستر، فاكتورز اون ادابتيشن اوف ليفنج اورجانيزمز. الووتر يا مستر اند اللايت ده بيعتبروا اهم فاكتورز للادابتيشن اوف ليفنج اورجانيزمز ان ذا ايكو سيستم. وكده كده طبعا معروفه ان الووتر واللايت من اهم الحاجات، يعني اهم فاكتورز. بعد كده بيقول لك ان الليفنج اورجانيزمز ميك يا مستر ادابتيشن according to availability or limitation of water and light. بيقول لك ان في بعض الكائنات الحيه بتقدر تعمل ادابتيشن حتى لو في ووتر او لو ما فيش ووتر، يعني هي بتقدر تادبت مع الظروف اللي حواليها، اذا كان في ووتر كتير او في ووتر قليل، او في لايت كتير او في لايت قليل. ف living organisms بيقدروا يعملوا adaptation يعني. اللي بعده بيقول لك if living organisms can get water and light they can survive. طبيعي لو اي كان حي حصل على الووتر او حصل على اللايت هيعمل سرفايف، هيقدر يعيش. لكن لو ما حصلش على الاثنين دولت طبعا هيحصل له داي. But if water and light are not available، ايه اللي يحصل لو الووتر واللايت مش موجودين؟ الليفنج اورجانيزمز كان سرفايف وطبعا ويل داي، ولسه قايلينها. طبعا هنا بيجي اسئله كتير في المقارنه دي نذاكرها كويس. احنا كده خلصنا الديفينيشنز والكومباريزون اللي موجوده علينا. ندخل بقى على المين بوينتس ناخدهم بسرعه يا مستر، وراجعناهم قبل كده يا مستر. قلنا الدروت يا مستر بيحدث امتى يا مستر؟ لما يكون عندي دراي ويذر، افكتد باي دراي ويذر، لما يكون الاريا اللي عندي، المنطقه اللي عندي بقى فيها دراي ويذر. بسبب ايه يا مستر؟ بسبب ان في هوت تمبريتشر. ودي برضو كانت من الاسئله اللي جت في امتحان تقييمات بتاعه الوزاره. يقول لك الدراوت يا مستر بيحصل امتى؟ لما يكون عندي اريا اتعرضت لدراي ويذر بس لونج بيريد اوف تايم، لسنين كتير. وده ليه هيتعرض للدراي ويذر يا مستر؟ بسبب ان التمبريتشر يا مستر بتبقى هاي، اللي هو اكستريم هوت تمبريتشر. طب ايه الهارمز اوف دراوت يا مستر؟ طبعا اضرار الدراوت يا مستر اللي ما يبقاش فيه ووتر للبيبل والانيمال والبلانت، اللي هو there is not enough water for people, plant and animal. دي كده بالنسبه للهارمز بتاع الدراوت. ندخل بقى على الفلودز يا مستر. امتى بيحدث الفلود يا مستر؟ لما نسبه الميه يحصل لها انكريز وتطلع من خلال او من الجنب بتاع الريفر بانك. اهم حاجه دي كلمه انكريز ذا ريت اوف رينفول يا مستر. ده كده بالنسبه للفلودز بيحدث امتى؟ طيب، او لما يحصل sudden melting of snow and ice over region، يعني لو في منطقه معينه وفجاه يا مستر الايس او السنو حصل له ميلتنج يا مستر، طبعا ده هيزود من نسبه الفلويدز، هيزود من نسبه الميه طبعا، فده هيؤدي اللي هو يحصل فلويدز، فيضانات. طب ايه الهارمز اوف فلويدز يا مستر؟ طبعا بيعمل دامج للبيلدينج، بيكسر البيوت يا مستر. تاني حاجه بيحصل ديث بيبول اند انيمال. تالت حاجه بيحصل هارمنج اوف ايكونومي، يعني بيحصل دمار للاقتصاد. زي ما الفلويدز عنده شويه ديس ادفانتج، لكن كمان يا مستر عنده شويه ادفانتج، شويه ميزات. ايه طيب الميزات بتاعت الفيضانات يا مستر؟ هل الفيضانات زي ما ليه عيوب ليه ميزات؟ بيقول لك ان في بعض الايكو سيستم بيعتمد على الفيضانات، يعني لو ما فيش فيضانات الايكو سيستم ده مش هيبقى موجود. زي مين يا مستر؟ الايكو سيستم اللي موجوده على لونج انايل. يقول لك some ecosystem depend on periodic fluids such as the ecosystem along the Nile. ده الايكو سيستم ده بيعتمد على الفلويدز، فبالتالي بيبقى احسن ليه لما يبقى فيه فلويدز. طيب كده خلصنا الدراود والفلويدز. نخش على ثالث حاجه الساند ستورم يا مستر.
وامتى بيحصل الثاندر ستورم يا مستر؟ لما يكون عندي سترونج ويند، والسترونج ويند ده هيشيله وهيشيل معايا يا مستر داست او ساند او الاثنين مع بعض of them from a dry area such as desert. طبعا خلي بالنا من كلمه dry area، يبقى اللي هو بيشيل يا مستر رياح شديده، بيشيل معاها بيهب معاها ساند او داست او الاثنين من دراي اريا. دراي اريا عشان نلاقي في الكومبليت كمان شويه. طيب مستر لو انا عندي ساند ستورم ممكن اشوفها يا مستر بسهوله. ليه يا مستر بقدر اشوفها بسهوله؟ عشان الساند ستورم يا مستر بيحصل لها اكستند فور سيفرال كيلومترز، بتمتد لكيلومترات كبيره، وكمان الهايت بتاعها يا مستر بيوصل ل hundreds of meters. ارتفاعها يا مستر بيوصل لمئات الامتار، فبالتالي بقدر اشوف الساند ستورم بسهوله يا مستر. طب ايه الهارمز بتاع الساند ستورم؟ طبعا عنده هارمز كتير ممكن يسالك فيه، احفظ لي اثنين ولا ثلاثه. اول حاجه بيعمل reduce the visibility during drive cars، ده بيقلل النظر اثناء قياده العربيه. كمان ساعات الدست او الساند بيعمل اكيوميليت، بيتراكم على السولار بانلز، فبالتالي السولار بانلز مش هتعرف تقوم بالوظيفه بتاعتها اللي هي جنريت الكتريس، فيحصل لها زي ستوب جنريتنج انرجي، سوري جنريتنج انرجي. تالت حاجه ساعات يا مستر الدست ده بيملى الاريجيشن كانالز، فبالتالي الكواليتي بتاعت الووتر هيحصل لها ديجريز. رابع حاجه الدست يا مستر بيدمج البلينز انجن اللي هي محركات الطياره. خامس حاجه الدست هارمس يا مستر ذا هيومن ايز، عشان ممكن يجي في الجيف ريزون يقول لك ان الساند ستورم يا مستر بيأثر على الهيومن هيلث. ليه يا مستر؟ عشان هو بيعمل هارمز بيضر الاي والريسبيراتوري سيستم بتاع الهيومنز. بعد كده نخش على الدورجس غزال يا مستر. في نوع من الغزال اسمه دورجس غزال يا مستر، بيعيش فين يا مستر؟ بيعيش في الديسرت والسيمي ديسرت في مصر وفي الميدل ايست. ده كده بالنسبه للهابيتات بتاعه. الدورجس غزال ده بيبقى انه عايش في الديسرت، فبقى عنده ستراكشر ادابتيشن يا مستر اللي هو يقدر يعيش في الديسرت. زي ايه الاستراكشر ادابتيشن بتاعته اللي بتخليه يقدر يعمل سرفايف؟ ان الكلر بتاع البادي بتاعه بيساعده اللي هو يقدر يعمل هايد، يستخبى في الديزرت. تاني حاجه بيبقى عنده القدره اللي هو ما يقدرش يشرب، اللي هو ما يشربش يعني لمده شهور. doesn't drink water for several months، عنده القدره اللي هو يقعد شهور من غير ما يشرب. طيب بعد كده نتكلم على المايجريشن، وقلنا اكتر اكزامبل مشهور في المايجراتوري انيمالز في الحيوانات اللي بتهاجر هم البيرد. فيقول لك البيرد ده considered the most famous example of migratory animals. بيقول لك البيرد migrate through different times of year and often they return to the place from where they are started. يعني بيقول لك البيرد ده لما يجي يعمل مايجريشن بيعمل مايجريشن سنويا، بس بعد كده بيرجع للمكان بتاعه تاني اللي هو بدأ منه. اكزامبل للمايجراتوري بيرد الطيور اللي بتعمل مايجريشن زي الستيب ايجل، ده من اكثر الاكزامبل اللي بتعمل مايجريشن. طب ليه ايه اسباب المايجريشن؟ ليه البيرد يا مستر بيفضلوا اللي هم يعملوا مايجريشن سيزونالي؟ طبعا عشان يبحثوا على بيست كونديشن، يبحثوا عن ظروف احسن. الظروف الاحسن دي يا مستر تساعدهم اللي هم بيعملوا ريبروديوس، فبالتالي مش هيحصل لهم اكستنكشن. تاني حاجه بيبحثوا على different food resources، مصادر اكل متنوعه ياكلوها. تالت حاجه بيبحثوا عن suitable new habits يا مستر، موطن مناسب جديد يقدروا يعيشوا فيه. فدولت الثلاث اسباب اللي عند البيرد عشان كده بيعملوا مايجريشن. وممكن يجي منشن زي ما احنا عارفين الامتحانات دلوقتي بقت تيجي مقالي كتير، اكتب اكتب اكتب، عشان كده انا كاتب لك كل الحاجات دي فارجوك ذاكرها كويس. ده reasons of bird migration. طب البيرد وهو بيعمل مايجريشن يا مستر الجورني بتاعته بتبقى سهله؟ يعني الدنيا بتبقى سهله؟ لا طبعا، بيقابل بعض التشالنجز، بعض التحديات. زي التحديات اللي ممكن يقابلها مصر يا مستر برضه احفظ لي اثنين منهم عشان لو جه سأل لك. اول حاجه بيتعرض انه ممكن يحصل اكستريم ويذر كونديشن في بعض المناطق اللي هو بيعدي بيها يا مستر. ممكن يتعرض ان في
اريا معينه يا مستر ممكن تبقى حر جدا، او اريا معينه ممكن تبقى برد جدا، فهو بيتعرض لاكستريم ويذر كونديشن. او ممكن هو بيسافر يا مستر يلاقي بريدتورز طبعا عايزين ياكلوه، فدي طبعا خطر من الاخطار اللي بيقابلها. نمبر 3 شورتج اوف فود اند ووتر، قله الميه والاكل، دي من الحاجات اللي بيتعرض ليها اثناء الرحله بتاعته. واخر حاجه ليميتد ريستنج سايتس، اللي هو مواقع الاستراحه بتبقى قليله. فدي 4 حاجات بيقابلها البيرد وهو بيعمل مايجريشن فروم بليس تو انذر بليس. عشان كده العلماء بيقول لك ان البيرد اللي بيعملوا مايجريشن لازم يبقى عندهم ستراكشرال ادابتيشن يا مستر، او كاركترستكس جواهم، او فيزيكال تريتس يا مستر، بعض الحاجات يا مستر اللي مش موجوده عند باقي الطيور، عشان يقدروا يعملوا او يكملوا في الرحله اللي هم بدأوها. النقطة دي مهمة يا مستر. بيقول لك الريد سي اند نايل ريفر يا مستر، دي من أهم الستوب أوفر اللي هي محطات التوقف. 4 millions of migratory bird every year. مستر ليه البيرد يا مستر لما بتيجي بتعمل مايجريشن يا مستر بتعدي على ايجيبت؟ يقول لك المين فاكتور that attract the flocks of migratory birds to Egypt. ليه بينجذبوا لمصر؟ أول حاجة مصر عشان المناخ بتاع مصر بيبقى معتدل في الشتاء، ده مودريت وينتر كلايميت، المناخ في الشتاء بيبقى معتدل. تاني حاجة مصر الريد سي اللي أنا قلت عليها فوق، اللي هي من أهم توقف من أهم ستوب أوفر للميجراتوري بيرد، بيبقى عندها ديفرنت انفايرمنت، بيئات متنوعه. زي مين يا مستر؟ بيبقى عندها كوستال انفايرمنت، بيبقى عندها مارين انفايرمنت، بيبقى عندها ماونتن انفايرمنت، وممكن يسالك فيها في التشوز. ركز، بيبقى عندها كوستال ومارين وماونتن، كوستال ومارين وماونتن. بعد كده النقطه اللي بعدها يا مستر الليفنج اورجانيزمز، طبعا بيبقى عندهم بعض البيسك نيد اللي محتاجينها عشان يقدروا يعملوا سرفايف. دي حاجه سهله لازم نبقى عارفينها، زي الفود والووتر والهابيتات والسان لايت والاير، دولت البيسك نيد للليفنج اورجانيزمز تو بي سرفايف. بعد كده هنتكلم شويه على الديزرت. بيقول لك ان الديزرت ار ذا موست اكستريم انفايرمنتس اون ذا ايرث. زي يا مستر يعني اشرح لي اكتر المعلومه دي. بيقول لك all type of desert عندها يا مستر little rainfall. يعني ايا كان الديزرت بتاعتي هوت او كولد يا مستر، بيتميز اي نوع من الديزرت ان كميه المطره فيها بتبقى قليله. تاني حاجه بس ان الديزرت contain a very small amount of ground water، الميه اللي تحت الارض يا مستر بيبقى عندها برضو بتبقى قليله. واخر حاجه لسه قايلين الديزرت ممكن يبقى هوت وممكن يبقى كول. نتكلم شويه على هوت ديزرت وبعد كده نتكلم شويه على الكولد ديزرت. اول حاجه مستر في الهوت ديزرت يا مستر بيقول لك بعض البلانت اللي بيعيشوا في الانفايرمنتال دي يا مستر بيبقى عندهم لونج روت. احنا دلوقتي في الهوت ديزرت، يبقى البلانت اللي موجود في الهوت ديزرت يا مستر بيتميز اللي هو عنده لونج روت. ليه يا مستر؟ عشان يجيب الووتر بقى من الاندر جراوند ووتر، اللي هو تو جيت ذا ديب جراوند ووتر، اللي هو يجيب الووتر من تحت خالص بقى. بعد كده بيقول لك في بقى بعض البلانت التاني بيبقى عندهم شورت روت، بس بيتميز اللي عندهم شورت روت بيحصل لهم اكستندد near to the earth surface. ليه يا مستر؟ قال لك give reason to catch او to absorb the smallest drop of dew اللي هو قطرات الندى، عشان يمتص قطرات الندى اللي هي تبقى قليله. ده كده بالنسبه للهوت ديزرت. طب بالنسبه للكولد ديزرت يا مستر، بيتميز الكولد ديزرت يا مستر البايوم بتاعها يا مستر اللي هو التمبريتشر في الوينتر بيوصل لزيرو او بلو زيرو، تحت الصفر. لكن يا مستر في السمر يا مستر بيوصل الماكسيمم بتاعه 21 زي في الانتاركتيكا يا مستر. دي بتبقى جولد ديزرت. النوتس دي مهمه جدا 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 جدا. بيقول لك البلانتس جروث، نمو النباتات يا مستر بيتاثر بحاجتين. نبات يا مستر عشان ينمو يا مستر بيتاثر بحاجتين: كميه اللايت اللي بيوصل له، زي انتنستي اوف لايت، شده اللايت اللي بيوصل له. تاني حاجه المده اللي بيتعرض ليها لللايت، الديوريشن. نمبر 2 الديوريشن اوف اكسبوجور تو لايت،
يبقى كميه اللايت والمده، الانتنستي والديوريشن. ركز مهمين، انتنستي ديوريشن، انتنستي وديوريشن. بعد كده ندخل على الجزء بتاع السويل. بيقول لك عندي عمليتين مهمين واحنا خدناهم في جريد 4، مهمين جدا يا مستر للفورميشن اوف سويل، عشان ممكن تيجي كومبليت يا مستر يقول لك سبيس اند سبيس يا مستر. It is the processes have the important role in formation of soil. طبعا الويذرنج والايروجن، تعالى فكرنا بالويذرنج والايروجن لما ننزل تحت هفكركم بيه كمان كام بوينت كده. بعد كده نخش على الامبورتنس اوف سويل. بس احنا خدنا الديفينيشن بتاع السويل، عباره عن ديليكيت سكين او لوز لاير which cover earth surface. وخدنا كمان التايبس اوف سويل اللي هو ساند سويل، سيلت سويل، كلاي سويل. دلوقتي هناخد الامبورتنس بتاع السويل. طب السويل مهمه في ايه؟ اول حاجه طبعا السويل مهمه للبلانت. طبعا من غير البلانت، البلانت من غير السويل مش هيعرف يعمل جرو. فبالتالي مين بياكل البلانت يا مستر؟ الهيومن والانيمال، فاحنا كمان هنتاثر. يبقى الامبورتنس اوف سويل اول حاجه it is important for plants that the people and the animal feed on to survive. تاني حاجه يا مستر مهمه في ايه؟ بيدي للبلانت يا مستر nutrients. نمبر 2 او البيسك نيد. نمبر 2 it provide، يعني بيعطي للبلانت البيسك نيد. زي مين البيسك نيد؟ عايز تكتب تكتب، مش عايز تكتب خلاص، اللي هو طبعا الاير، الووتر، والنيوترنس اللي انا قلت عليها. نمبر 3 يا مستر ان في اصلا في بعض الليفنج اورجانيزمز بتليف ان ذا سويل، زي الانسكتس او زي البكتيريا والورمز اللي هو الديدان. يبقى السويل يعتبر هو هوم او شيلتر لديفرنت ليفنج اورجانيزمز زي الورمز يا مستر، والانسكتس، والفنجاي، والبكتيريا. ده كده بالنسبه للامبورتنس بتاعت السويل. خش على النقطه الثانيه يا مستر اللي هي الكومبوننت اوف سويل، اللي هي مكونات السويل. لو جينا شفنا، خدنا السويل وشفنا المكونات اللي فيها، طبعا هنلاقي فيها اير، ولا فيها ووتر، ولا فيها اورجانيك ماتيريال. ادي اير ودي ووتر ودي اورجانيك ماتيريال. هنلاقي فيها ساند وجرافل ومينرالز ومعادن. هنلاقي فيها كمان ليفنج اورجانيزمز زي اللي احنا قلنا عليهم اللي هو الورم والانسكتس. كل دولت الكومبوننت بتاع السويل. العلماء قال لك احنا نقسم الكومبوننت دولت لنوعين: ان اورجانيك انجريدينتس واورجانيك انجريدينتس. يبقى ان اورجانيك واورجانيك. طيب يبقى الكومبوننت بتاعت السويل يا مستر كلاسيفايد انتو ان اورجانيك واورجانيك. الان اورجانيك زي مين يا مستر؟ زي الاير والووتر والروك والمينرالز، دولت اللي بنقول عليهم ان اورجانيك. طب الاورجانيك يا مستر زي مين؟ زي الريمينز اوف ديد بلانت اند انيمال، بقايا الحيوانات والنباتات الميته. واخر حاجه زي الديكومبوزرز اورجانيزمز such as الفنجاي والبكتيريا والايرث وورم. كمان شويه في الجيف ريزون هنعرف ايه دول الديكومبوزرز، عشان ليها دور مهم جدا 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 في السويل. تعالى بقى هناخد الرول بتاع الروك في فورميشن، يعني دور الصخور في تكوين السويل. خدنا في جريد 4 ان احنا عندنا 3 عمليات بيأثروا على شكل الارض، اللي هو الويذرنج والايروجن والديبوزيشن. الفرق من الثلاثه: الويذرنج يعني بيعمل بريكنج داون. انا عندي لارج روك، اللارج روك ده مثلا حصل له بريكنج داون انتو سمولر روكس، يبقى كده حصل له روكس، كده حصل لها ويذرنج. طب الايروجن ان السيديمنتس دي او السمول روكس دي حصلت لها موف فروم بليس تو انذر بليس، اللي هي اتحركت من مكان لمكان. كلمه موف يبقى كده حصلت لها ايروجن، كلمه بريكنج داون يبقى كده حصلت لها ويذرنج. بعد كده الصخور اللي بتتحرك دي هيجي في وقت يحصل لها ديبوزيت، هتترسب في مكان جديد، نيو بليس، يبقى كده حصل لها ديبوزيشن. يبقى الثلاث عمليات تانية مستر اللي هو الويذرنج. قلنا ويذرنج ان حصل بريكنج داون للروكس انتو سمول روكس، اذا كانت بقى ساند او سيلت او كلي يا مستر. الايروجن ان السمول بيسز اوف روكس ده حصلت لها موف فروم بليس تو انذر. واخر حاجه الديبوزيشن مستر ان السمول بيسز اوف روك دي حصلت لها ديبوزيت and mix with other ingredients وكون لي different type of soil اذا كانت ساند او سيلت او كلي. كده خلصنا المين بوينتس
الاساسيه والديفينيشنز والكومباريزون المهمه اللي علينا في امتحان شهر اكتوبر، سوري امتحان شهر ابريل وامتحان شهر 4. دلوقتي بقى هنتكلم على السؤالين اللي انتوا بتكرهوهم جدا، اللي هو الجيف ريزون والوات هابن. واحده واحده وركزوا معايا عشان هنكون هنا مجمعين معظم الاسئله بتاعت الجيف ريزون والوات هابن. يلا اول واحده، الفلويدز هاف سم بينيفيت، واتكلمنا عليها ليه الفلويدز عندها بعض الفوائد. ان في سم ايكو سيستم اصلا بيديمند اون بتعتمد على الفلويدز يا مستر، زي الايكو سيستم اللي هو along ذا النايل وقلناها قبل كده. تاني حاجه الساند ستورم يا مستر هارمفول ذا افكت اوف هيومن هيلث، وقلت لكم هيجي في الجيف ريزون ليه، عشان الساند ستورم بيأثر على الاي والريسبيراتوري سيستم، هارم الاي والريسبيراتوري سيستم. ثالث حاجه ودي كانت موجوده في التقييمات بتاعت الوزاره، flooding is a more dangerous if the ground is frozen. ليه الفلودنج هيبقى اكثر دمار لو الارض اللي عندي فروزن؟ عشان لو الارض فروزن يا مستر هتبقى كانت ابزورب ووتر، ودي كانت من ضمن الاسئله اللي جت في تقييمات الوزاره. نمبر 4 it is easy to see sandstorm from a long distance، وقلناها فوق واحنا بنشرح المين بوينت ان الساند ستورم يسر بيحصل لها اكستنس بتمتد 4 كيلومتر several kilometers، بتمتد لكيلومترات كتيره، وكمان الهايت بتاعها بيوصل ل 100 كيلومتر او 100 مترز. نمبر 5 small Dorges gazelle is similar to its parent. ليه الغزال ده مصر بيبقى شبه البيرنت؟ عشان because they get some genetic factor، هو بياخد بعض العوامل الوراثيه من البيرنت، فعشان كده بيبقى شبه البيرنت، واحنا كمان بنبقى شبه بابا وماما عشان بناخد منهم بعض الجيناتيك فاكتورز، فبالتالي بنبقى شبههم في بعض الحاجات. بعد كده الفالكونز اند ايجلز migrate to the Egypt in winter. ليه بيروحوا لايجيبت يا مستر؟ عشان في ايجيبت يا مستر الكونديشن يا مستر بيبقى مودريتد كلايميت، because Egypt in winter في الشتاء يا مستر بيبقى عندها مودريتد كلايميت كونديشن. نمبر 7 البيرد migrate from one place to another، وقلناها برضو ليه البيرد بيتحرك من مكان لمكان يا مستر to search عشان يبحث عن best condition، to search for the best condition عشان يقدر يعمل reproduce يا مستر. بعد كده الافريكان بينجوين has circle of skin that doesn't have any feather، اللي عندها دايره من السكين ما فيهاش feathers عشان تقدر تعمل cool faster to help its body cool fast in hot climate، عشان يقدر يبرد جسمه اسرع في الجو الحار. نمبر 9 most of desert plants have short extended roots near the earth's surface، بيبقى الروت بتاعتهم صغير بس بيمتد بالقرب من سطح الارض عشان يقدر يمتص الميه المتاحه to absorb any available water، يمتص اي ميه متاحه and to catch smallest drops of dew، طبعا عشان برضو يمسك قطرات الندى. طبعا الحاجات دي بتبقى مهمه ليه، يعني اي نقطه ميه بتبقى مهمه للبلانت. نمبر 10 give reason some plant in desert produce seed that can live for a long time because in desert يا مستر there is shortage of rainfall. في الديزرت يا مستر بكميه الميه بتبقى قليله for a long time. بعد كده question number 11 poison dart frog، بيبقى عندها colorful poison skin، طبعا ده عشان يقدر يحميها من البريديتورز to protect it from predator. وكمان قلنا من شويه اللي هو بيبقى عندها big eye عشان to can see at night. ده كده عندها 2 structure adaptation. lizard body is covered with sandy colored scales. للليزرد لون السكيلز بتاعتها بتبقى شبه الساند يا مستر عشان تعمل هايد between الروك in desert. بعد كده السؤال اللي بعده 13 some plants that live in desert environment have long roots. ليه بعض البلانتس زي ما قلنا من فوق اللي عندها short roots، ليه بقى في بعض البلانت عندها long roots يا مستر؟ عشان تاخد to absorb deep groundwater، to get أو to absorb the deep groundwater. Number 14 a Burman kitten has a long and silky hair. ليه القط الصغير بتاع البيرمان برضه شعرها بيبقى كبير وناعم يا مستر؟
عشان هي بتاخد الصفة دي من البيرنت because it inherits this trait بتتوارث هذه الصفة from its parent من والدها فبالتالي هتطلع شبههم. بالنسبة للسفنكس كات يا مستر doesn't have long hair ليه ما عندهاش long hair؟ عشان ما عندهاش الجيناتيك فاكتور بتاع الهير. doesn't because it doesn't have the genetic factors of long hair عكس البيرمنت كات عندها الجيناتيك فاكتورز اوف لونج هير عشان كده شعرها بيبقى كبير long and silky. Number 16 your lifestyle choice affect your health. ليه اللايف ستايل اللي انت بتختاره بيأثر على صحتك؟ لان احنا ممكن اللايف ستايل تشويس بتاعنا ممكن اللي انا اكل unhealthy فود، اللي انا بسموك، اللي انا بشرب بيبسي كتير، فدي بنقول عليها باد هابت عادات سيئه، فدي بتاثر على الصحه بتاعتي. بتاثر نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ طبعا بتاثر بالنيجاتيف. طيب لو انا بقى راجل رياضي بعمل اكسرسايز وباكل الهيلث فود الدايت فود يا مستر برضه وبعمل دايت، فده بيأثر بالبوزيتيف على الهيلث بتاعي يا مستر على الصحه بتاعتي. فعشان كده نقول because it depends on your behavior ده بيعتمد على السلوك بتاعك اللي هو ممكن ايه البيهيفير بقى؟ ممكن يبقى good habits وممكن يبقى bad habits. Composition of soil differ from one place to another of earth surface. طبعا التركيب بتاع السويل بيختلف من مكان لمكان يا مستر، ده بسبب تأثير ايه او بسبب تأثير بتاع الكلايميت المناخ طبعا بيأثر due to the effect of climate and the types of rock وكمان النوع بتاع الروكس اللي موجود في السويل، فده بيخلي السويل في منطقه غير السويل في منطقه تانية بسبب حاجتين الكلايميت تأثير الكلايميت والتايب بتاع الروكس اللي موجود that's found in this soil. بعد كده السؤال اللي بعده there are many types of soil. ليه عندنا انواع مختلفه من السويل؟ بسبب عندنا amount of ingredients مختلفه، يعني كميه المكونات اللي بتبقى موجوده جوه السويل مثلا بتبقى مختلفه، يبقى due to the different amount of ingredients that form them. السؤال اللي بعده مستر 19 soil is very important for plant. لسه قايلين عشان السويل بيدي للبلانت البيسك نيد زي الاير والووتر والنيوترينتس. اخر سؤالين الديكومبوزرز، قلت لكم بقى احنا جايين على الديكومبوزرز ومهمه عشان ممكن يجي لك كومبليت وممكن يجي لك منشن، يقول لك منشن the role of decomposers in formation the soil زي ما خدنا الرول بتاع الروكس اللي بيحصل لها ويذرنج ويروجن وديبوزيشن. دلوقتي هناخد الرول بتاع الديكومبوزرز. الديكومبوزرز دي كائنات يا مستر فايدتها اللي هي بتحلل الاجسام الميته، يعني اول ما الكائنات الحيه بتموت اذا كان اليمن او هيومن او بلانت يا مستر بيحصل لها ضل، هي بتيجي وبتعمل لهم ديبوزيشن يعني بتحلل الاجسام. فنشوف نقول ايه يا مستر؟ بيكود ديكومبوزر ريسايكل، اهم كلمه بيعمل ريسايكل للريمينز ديت انيمال اند بلانت. بيعمل لها ريسايكل اللي هي مستر اهم حاجه كيميكال نيوترينز اللي هي بتاخد الريمينز ديت انيمالز اند بلانتس وبتعمل لهم ريسايكل للايه؟ للكيميكال نيوترينز اللي هم ايه بقى عشان لو جم كومبليت يا مستر؟ اللي هو الكربون والنيتروجين والاكسجين، ودولت بيحصل لهم ريليز انتو ذا سويل عشان بيرجع تاني بقى للسويل والسويل تستفيد بيه اللي هي الكيميكال نيوترينز كربون ونيتروجين واكسجين. اخر سؤال في الجيف ريزون الامبورتنس اوف هيومن فور سويل اند بلانتس. ليه يا مستر هيومنز الامبورتنس اوف هيومنز اللي هو الذبان ده مهم للسويل والبلانت؟ طبعا عشان قلنا الهيومنز ده بيزود بيعمل انكريز للفيرتيليتي اوف سويل لخصوبه التربه، وبما ان التربه يا مستر الخصوبه بتاعتها زادت فنقدر نزرع فيها احسن. تقول لي because humans increase the soil fertility and help plants to grow. كده نكون خلصنا الجيف ريزون ونخش على الوات هابن. بالنسبه بقى لوات هابن سؤال نمبر 1 the building when they are subjected to strong floods. اللي يحصل يا مستر للبيلدنج لو تعرضت بقى لفيضانات شديده، طبعا البيلدنج يحصل لها ايه يا مستر؟ breaking down، يحصل لها damage. they may be damaged by removing أو moving or breaking them. طبعا على طول they may be damaged على طول.
وات هابن للسولار بانلز لو في دست اتراكمت عليها؟ طبعا السولار بانلز هتعمل ستوب للجنريشن الكتريستي. السولار بانلز ستوب جنريشن او الجنريتنج انرجي، اللي هو تولد طاقه اللي هي طاقه الكهرباء يعني اللي هي الكتريستي. What happen if the environmental condition change in the homeland in which some migratory bird؟ لو المناخ بتاعها اتغير طبعا هتعمل migrate لانذر هابيتات. لازم طبعا الهابيتات ده يبقى suitable، يبقى they will migrate to another suitable habitat. Number 4, what happen if the African penguin has dense feather around each of its eye؟ عارفين طبعا حوالين الاي بتاعه مفيش فيزر عشان يعمل كول فاستر. طب لو عنده بقى الفريزر دي مش هيعرف يعمل كول فاستر، يبقى its body doesn't cool fast at the high temperature. فاللي بعده what happen if the Arctic fox has thin fur؟ احنا عارفين Arctic fox بيبقى عنده thick fur عشان to keep its body warm، عشان يدفي البودي بتاعه. لكن لو عنده thin fur بقى instead of thick fur، بدل الثيك fur يا مستر اللي يحصل it can't keep its body warm، مش عارف يحافظ على البودي بتاعه warm عند اللو temperature. What happen if the Arctic fox has black fur؟ بدل instead of white fur طبعا مش هيعرف يستخبى في السنو. It can't hide in snow. Number 7 what happened؟ طبعا انا بقول بسرعه عشان دي حاجات سهله كده كده شرحناها، معظمها شرحناها فوق، بس احنا قلنا نحل الاسئله عليها عشان نتدرب على حل اسئله مختلفه. What happened to the living organisms؟ ايه اللي يحصل للكائنات الحيه اللي موجوده في الايكو سيستم لو الووتر واللايت مش موجودين؟ لو الاثنين دول مش موجودين طبعا living organisms هيحصل لهم die and can't survive. 8 what happened to the plants؟ اللي يحصل للبلانتس لو استقبل receive too intense light، لو استقبل حراره كتيره، وطبعا قلناها فوق يا مستر سوري ضوء كتير وقلنا فوق طبعا هيحصل له دامج بسبب اللي هو هيحصل له dry or burning. اهم 3 كلمات. what happened to two similar plants؟ لو عندنا 2 بلانت شبه بعض if they are exposed to same intensity and duration of light، لو اتعرضوا لنفس شدة الضوء ونفس المدة طبعا الاثنين هيعملوا grow at the same time أو at the same rate. The two plants will grow which same rate. Number 10 what happen if the genetic factor؟ احنا طبعا عندنا نوعين من الفاكتورز اللي هو الجيناتيك فاكتور والانفيرومنتال فاكتورز. الجيناتيك فاكتور ده اللي انا بتورثها من البيرنت. اللي يحصل للجيناتيك فاكتور زي مستر اوف هيرلس بودي هو ما عندوش شعر يعني. trait are transferred from sphinx cat parent to hair of spring، طبعا هيتوارث الهيرلس body. The trait of hairless body appears on the offspring، يعني صفة اللي هو ما فيش شعر ده هيظهر على الابناء. بما اني توارثت اللي هو الهيرلس فالابناء برضه يبقى عندهم هيرلس body. Number 11 what happen if the inherited trait اللي يحصل للصفات الموروثة دي are transferred from desert plant to another through generation في خلال الأجيال يعني. طبعا البلانت يبقى أكتر اللي هو يقدر يعمل adapt. The desert plant are more adapt، هيقدر يعمل adapt عشان يعمل survive in extreme desert. أهم حاجة لغاية هنا. What happens if the soil becomes unhealthy؟ اللي يحصل للبلانت لو السويل بقت unhealthy؟ احنا عارفين ان السويل مهم للبلانت وكمان السويل بيدي البلانت نيوترينتس، فبالتالي لو السويل unhealthy the environment will change، البيئة هتتغير leading to death of plant. طبعا هيحصل death للبلانت that grow in this environment. هتقول لي على طول هيحصل death للبلانت. 13 what happen if the soil، اللي يحصل للسويل لو التمبريتشر في الانفايرومنت انكريز. ما الكلام هنا الإجابة على السويل. اللي يحصل للسويل لو التمبريتشر زادت طبعا السويل هيحصل لها دراي وهتفقد النيوترينتس بتاعتها. مهم السؤال ده مهم، الأسئلة مهمة ومش بيجي كتير
يعني الطلاب مش بيذاكروه كتير، لكن هو من الاسئله المهمه. إيه اللي يحصل للسويل لو التمبريتشر حصلت لها انكريز، درجه الحراره زادت؟ طبعا السويل هيحصل لها دراي وهتلوز النيوترينز بتاعتها. وات هابن ذا سويل، اللي يحصل للسويل لو doesn't contain any decomposers؟ عارفين الديكمبوزر بتعمل سايكل للديت او للريمين اوف ديت انيمال اند بلانت للكيميكال يمثل نيوترينز زي الكربون والنيتروجين والاكسجين. طبعا لو ما فيهاش بقى السويل ما فيهاش ديكمبوزر، ذا سويل ويل بي لوز كيميكال نيوترينز، هتخسر الكيميكال نيوترينز بتاعتها that are found in dead plant and animal and the soil will not be fertile. نكتب بس الجملتين دول. السويل will lose the chemical nutrients and the soil will not be fertile، مش هتبقى تربه خصبه. اخر سؤال في what happened the rock، اللي يحصل للروك يا مستر if are affected by weathering process، لو تعرضت للويذرنج بروسيس. طبعا قلنا weathering يعني الروكس هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها breaking down. يبقى الروك we are broken down into smaller pieces such as بقى particles من الساند او من السيلت او من الكلي. تعالوا بقى نخش على السؤال بتاع التشوز. احنا كده خلصنا ارخم سؤالين اللي هو الجيف ريزون والوات هابن. ارجوك تذاكرهم كويس مع المين بوينتس والديفينيشنز والكومباريزون اللي انا قلت عليها، وكمان هنحل مع بعض اسئله متنوعه زي التشوز والترو فولس والكومبليت والساينتفك تيرم. نبدا بالتشوز. سؤال نمبر 1 the increase in the amount rain، لو كميه المطره زادت لمده طويله long period of time، ده هيسبب ايه؟ طبعا في ميه كتيره، يبقى ده هيسبب flooding. نمبر 2 floods may be occur، نتيجه ايه؟ امتى الفلودز يحصل؟ لما يكون عندي جنتل رين يعني مطره خفيفه ولا هيفي رين؟ طبعا لما يكون عندي هيفي رين، فانا ماليش دعوه باي وسي، يبقى ليا دعوه ببي ودي عشان هما فيهم هيفي رين. ايه تاني ممكن يسبب فلودز مثلا؟ لما يكون عندي ايز وسنو، والايز والسنو دول حصل لهم ميلتنج suddenly، يبقى طبعا هيفي رين اند sudden melting of snow. نمبر 3 يا مستر extreme weather condition include all the following، يعني كل دولت extreme weather condition ما عدا مين مش في دولت extreme weather condition؟ طبعا درود، لا الفلوتنج ده طبعا السان رايز ملهوش دعوه بالاكستريم ويذر كونديشن. طيب الدرجس جازال يا مستر ليف ان، احنا قلنا في الديزرت والسيمي ديزرت، فهنا طبعا هنكتب الديزرت. نمبر 5 ذا ريد سي ان ايجيبت، لما قلت لكم هتيجي including all the following environmental، قلنا ريد سي بيبقى فيها مارين environmental وماونتن وكوستال. طبعا اللي مش موجوده هي الرين فورست، وده من الاسئله المهمه. بعد كده السؤال اللي بعده بويزون دارت فروج ليف ان، طبعا الفروج يا مستر بيعيش في التروبيكال رين فورست. السؤال اللي بعده all the following are biotic، قلنا biotic اللي هم living organisms except مين بقى مش living organisms؟ طبعا البريسبتيشن، والبريسبتيشن بتبقى abiotic زي التمبريتشر. السؤال اللي بعده all the following are inherited traits، كل دولت من الصفات اللي بتتورث في الهيومن. inherited traits in human ما عدا مين بقى مش موجوده في الهيومن؟ طبعا الاي كلر ده في الهيومن، النوث شيب ده في الهيومن، الاير شيب ده في الهيومن، طبعا الفير كلر ده مش موجود في الهيومن، ده في البلانت. الجين قلنا عباره عن تاين ستراكشر موجود فين يا مستر؟ قلناها فوق، برافو عليكم، موجود في النيوكليوس، ذا سيل نيوكليوس. اخر سؤالين في التشوز يا مستر the two main process which help in soil formation، قلناهم فوق. عندنا اهم عمليتين بيساعدوا في تكوين التربه، الويذرنج والايروجن، اللي هم مين يا مستر؟ ايروجن اند ويذرنج. اخر سؤال في التشوز all the following are from organic ingredients، يعني كلهم اورجانيك ما عدا مين مش اورجانيك؟ طبعا الفنجاي ده اورجانيك، الديد بلانت ده اورجانيك، البكتيريا طبعا، يبقى الووتر هي الان اورجانيك انجريدينتس. بعد كده هنخش على الترو فولز. سؤال نمبر 1 في الترو فولز الهيفي رين may cause extreme drought condition، يعني لما يكون عندي يا مستر مطره كبيره ده بيسبب جفاف. طبعا اول واحده فولز، طبعا الهيفي رين ده بيسبب فلودنج، ده بيسبب ايه؟ فلودنج.
بعد كده الساند ستورم blew up from a dry area such as desert. صح، واحنا قلناها فوق واحنا بنراجع المين بوينت يا مستر. العصير الساند ستورم ده مستر بيجي من الدراي ديزرت، دراي اريا زي الديزرت، وهتيجي في الكومبليت كمان شويه. الساند ستورم ديجريز بيقلل الفيزيبيليتي during او during الدرايفنج كورس. طبعا ترو، ده بيقلل النظر اثناء الراجل وهو بيسوق. الثورن اون بلانت ستيم ده اكزامبل من الستراكشر ادابتيشن. طبعا ده عشان بيبقى ريليتد بالستراكشر اوف بودي. بعد كده نمبر 5 البيرد migrate to area that have no found of water. يعني بيروح المكان ما فيهوش ووتر ولا سوري نو فود اور ووتر، ما فيهوش ووتر وفود. طبعا غلط، ما بيروحوا المكان عشان يشوفوا different sources of water. اللي بعده the amount of light بيأفكت على الجروث اوف بلانت. طبعا قلنا حاجتين بيأفكتوا على الجروث اوف بلانت، الاماونت اوف لايت اللي هو الانتنستي والديوريشن المده. كريسنتموم ده بلانت بيعمل بريديوس، كان بريديوس الفلاور لما يكون التايم لونجر ذان الداي. طبعا صح، او يقول لي الداي شورتر ذان النايت. اهم حاجه عدد ساعات الليل هي الاكبر. all living organisms inherited trait بتتوارث، يعني كل الحيوانات بياخدوا الصفات بتاعتهم من البيرنت. طبعا صح true. There is no sphinx cat has long hair like Persian cat. يعني مفيش ولا sphinx cat عندها long hair زي البيرمان كات. طبعا صح، بيرمان كات هي اللي عندها، لكن السفنكس كات ما عندهاش عشان ما عندهاش الجيناتيك فاكتورز بتاع اللونج هير. اخر سؤالين. all types of soil كل انواع السويل بيبقى similar في الكالر والتكستشر. طبعا فولس، طبعا مختلفين في الكالر وفي التكستشر زي ما خدنا فوق، اللي هو في الساند بيبقى ليو والسيلت بيبقى جراي والكلاي بيبقى دارك. اخر سؤال السايز اوف ساند بارتيكلز. ساند اصغر من السيلت والكلاي. طبعا فولس، الساند دي اكبر بارتيكلز. اصغر واحده اللي هي الكلاي، والسيلت بتبقى ميديان. بعد كده هنروح على الساينتفك تيرم. اول سؤال في الساينتفك تيرم it is the natural phenomenon ظاهره طبيعيه in which extreme dry و hot weather affected on area long period of time. لو انا عندي في منطقه اتعرضت لمده كبيره لدراي وهوت ويذر، ده هيسبب ظاهره اسمها الدراوت جروث. نمبر 2 it is the natural phenomenon ظاهره طبيعيه، بس دلوقتي يا مستر الليفل بتاع الووتر بيحصل لها انكريز، يبقى ده طبعا الفلودنج او الفلود. نمبر 3 natural phenomenon برضو، بس ساعتها بيبقى فيه very strong wind blow up dust that reduce the visibility during driving car. طبعا ده sand storm او dust storm. sand storm او طبعا dust storm الاثنين صح. نمبر 4 an important stopover in Egypt من اهم محطات التوقف في مصر للمايجريتوري بيردز للطيور المهاجره that includes بيبقى فيها المارين والكوستال والماونتن environments. طبعا دي الريد سي. السؤال اللي بعده behaviors that living organisms inherit due to the effect of genetic factors. السؤالين دولت من اسئله مهمه وبيلخبطوا الطلاب. البيهيفيرز اللي بيبقى موجود في الليفنج اورجانيزمز اللي بيحصل له انهيرت بسبب الافكت اوف جينيتك فاكتورز يا مستر، دي بنسميها inherited behaviors. inherited behaviors in behavior. يس. طيب السؤال الثاني behaviors
that living organisms get due to the effect of environmental factor. هنا في الانهيرت قلنا inherited behaviors، لكن get due to the effect of environmental factors فهتبقى اسمها acquired behaviors. acquired behaviors. السؤال اللي بعده it contains biotic وابيوتيك. مين اللي بيبقى فيها بيوتيك وبيوتيك؟ طبعا ده الايكو سيستم. It is the desert biome that has a cloud climate all the year، وده بيبقى طبعا احنا عارفين الانتاركتيكا ريجون اللي هي القارة القطبية. اريا او ريجون دي اللي بتفضل دايما cold طول السنة. It is the factor that controls الفاكتورز اللي بتحكم في انتقال يا مستر الصفة من البيرنت للأوف سبرينج، ودي من الأسئلة المهمة اللي هو الجيناتيك. نبعد عنه. فاكتورز اللي بعده نمبر 10 they are external factors that affected our health، يعني عوامل خارجية بس بتأثر على الهيلث and we might not able to control them، ومش بنقدر نتحكم فيها مستر، اللي هي الانفيرومنتال فاكتورز. environmental factors. بعد كده 11 they are responsible for determining the body feature and present in the cell nucleus، وبتبقى موجودة جوه السيل نيوكليوس طبعا هي الجينز. السؤال اللي بعده 12 نمبر 12 يا مستر traits that play an important role in determining the shape and the structure of an organism. طبعا inherited traits. السؤال اللي بعد كده 13 the building unit of rocks، على طول ده المينرالز، ده اللي بيكون الروكس. بعد كده 14 the process break down، اول ما تشوف كلمه break down ده على طول الويذرنج. living organisms help in recycling، بيعمل اعاده تدوير النيوترينز من الديد بلانت للسويل تاني، طبعا اللي هم الديكومبوزرز. السؤال قبل الاخير it is an organic material، عباره عن organic material that it rich، تبقى غنيه بالنيوترينز، وخدناها واحنا بنقول الديفينيشن يا مستر اللي هي الهيومس. بعد كده the space between the soil particles بنسميها pore spaces. او pores الاثنين صح. the loose layer that covers the earth's surface، طبعا ده الديفينيشن بتاع السويل. وبكده نكون خلصنا الساينتفك تيرم. اخر حاجه في المراجعه بتاعتنا هي الكومبليت، وكده نكون خلصنا المراجعه بتاعتنا. نمبر 1 في الكومبليت يا مستر الفلويدز ريزلت انفورميشن اوف، انهي امتى يحصل لي فلويدز يا مستر؟ لما يكون اللي عندي يا مستر اللاند اللي عندي ويت ولا دراي؟ طبعا لما يكون ويت لاند ساعتها يحصل فلودنج. strong wind may blow up sand from، بيعمل blow up للساند لما يكون الاريا اللي عندي يا مستر dry area زي الديزرت. dry area like الديزرت. نمبر 3 living organisms get the factors from their parents، بياخد انهي فاكتورز يا مستر؟ بياخد الجيناتيك فاكتورز طبعا.
genetic factors. Number 4, the thick skin that cover the body of some lizard is considered. الثيك سكين ده طبعا يعتبر structural adaptation. structural adaptation. structural وadaptation موجود. Number 5, when a group of bird fly to warmer environment، لما يكون في جروب من البرد بيروحوا يا مستر بيطيروا environment أدفى. This represent type of adaptation، بنسميه يا مستر طبعا بنسميه behavioral adaptation. behavioral adaptation. Plants and يا مستر live in the same ecosystem، بيعتمدوا على بعض يا مستر طبعا البلانتس والانيمال. Number 7، light air and water دولت يعتبروا ايه للبلانت؟ طبعا بنقول عليهم basic need. basic need للبلانت. البلانت respond to the amount of light and the amount of dark، يعني بيستجيب لكمية النور والظلام اللي بيتعرض ليها يوميا عشان ينمو. hot desert have little amount of ground water far below the ground، طبعا تبقى ground water. السؤال اللي بعديه نمبر 10، all living organisms inherit انهي فاكتورز من البيرنت يا مستر؟ طبعا الجيناتيك فاكتورز. The type of cat that inherit it hairless، ما عندهاش شعر يا مستر، اللي هي سفنكس كات. لكن مين الكات يا مستر الثانيه اللي عندها هير يا مستر؟ اللي هي البيرمان كات. السؤال اللي بعده بيقول لك السفنكس كات doesn't have the genetic factor، ما عندهاش اني جيناتيك فاكتور؟ طبعا بتاعت اللونج هير. which is found زي اللي موجوده في اني كات؟ زي اللي موجوده في البيرمان كات. نمبر 13، color and place of the flower، الكلر والبليس بتاع الفلاور دولت عباره عن inherited ايه يا مستر؟ دولت عباره عن inherited trait. The way of your ear loops hung and the length of your finger are two نقط trait controlled by نقط that are found in nucleus. طبعا مين اللي موجوده في النيوكليوس؟ اللي هي الجين. وطبعا التريت دي بتبقى inherited trait. inherited trait، وطبعا الجين هو اللي بيتحكم فيها اللي موجود جوه النيوكليوس. بعد كده 15، the remains of dead plants and animal are decomposed into chemical nutrients. مين هم الكيميكال نيوترينتس مثل اللي هو النيتروجين والكربون والاكسجين. Number 16، organic material in soil includes the remains of dead A and A، طبعا dead animal and plant. The spaces from the particles of soil are called طبعا اسمها pore spaces او spore او pores على طول. ودي يا مستر بتبقى فيلد بالاير والووتر. According to the size of particles in the soil A are the biggest particles. مين اللي عندهم اكبر particles؟ طبعا الساند. while A عندها smallest particles اللي هي الكلي.
وبكده نكون خلصنا المراجعة بتاعتنا. ده الرقم بتاعي، لو عايزين المذكرة PDF ابعتولي على الرقم الواتساب، وإن شاء الله هبعت لكم مذكرة. أرجوكوا ذاكروا كويس وركزوا وأنتوا بتذاكروا، وأي حاجة مش فاهمينها عيدوا تاني أو كلموني على الواتساب. ودايما افتكروا إن الساينس is fun for everyone. سلام.